السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة من مطبخ ماما عبير جايبة لكم وصفة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة مربى البلح السماني. مفيش ألذ من كده بصراحة، يعني أنا بعشقها. مربى البلح السماني ده أنا بعشقها، وخصوصًا إن يعني إحنا في موسم البلح، وطبعًا يعني بلح أشكال وألوان، تقدروا تعملوا يعني مربّات بقى يعني أشكال وألوان زي ما أنتم عايزين. زي ما أنتم شايفين كده عملت مربى يعني لوز اللوز، حاجة كده يعني عظمة. إحنا طبعًا المدارس بدأت وكل يوم بنعمل ساندوتشات جبنات طبعًا بانيه وحاجات كده غريبة أوي الستات بتعملها. فطبعًا المربى ديّة جميلة جدًا وفيها القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدًا. ونقدر كمان نحشي معاها الكريمة والقشطة بتاعة اللبن الجميلة، بتبقى لذيذة جدًا. هاقول لكم بقى الطريقة وهتشوفوا المقادير بإذن الله، بس قبل كل شيء يالّا نسمّي الله ونصلّي على النبي وندخل نعرف الطريقة ونشوف المقادير. زي ما أنتم شايفين كده أنا معايا 2 كيلو بلح سماني، غسلتهم كويس أوي، وبعد كده يعني باحاول إن أنا أصفّيهم من المَيّة. وبعد كده طبعًا إن شاء الله هاحاول بقى إيه، آآ أجيب عندي قطّاعة كويسة يعني. أنا مش هاشتغل بالسكينة لإني طبعًا علشان أشيل القشرة بتاعة البلح ديّة السكينة بتاخد القشرة كلّها، يعني يعني بتطلّع اللحم بتاع البلحة. فأنا علشان ما أجرحش البلحاية وأسيب البلحاية كده يعني سليمة كده، هاتعامل مع القطّاعة اللي هي المبشرة ديّة اللي أنتم شايفينها ديّة جميلة جدًا. يعني باخد البلحة زي ما أنتم شايفين كده وباقشّرها واحدة، واحدة وبتطلع بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده. بصوا يعني ما خدتش بقى لا شالت لحم ولا أي حاجة. خلّصت الكمية اللي أنتم شايفينها ديّة و يعني إيه، أنا مش هاعمل المربى البلحة ببلحتها، لأ أنا هاقطعها. زي ما أنتم شايفين كده هاجيب البلحاية وأشيل النواة من جوّه وأقطعها 4/4. عايزين تشتغلوا زي ما هي كده الواحدة بوحدتها ما فيش أي مشكلة، وممكن تحشوها سوداني، لوز، قرنفل، أي حاجة المتاح يعني عندكم. بس أنا يعني باحب أقطّعها كده علشان خاطر بتبقى لذيذة جدًا وحلوة يعني. بتبقى سهلة لمّا آجي حتى أعمل ساندوتشات للأولاد بتبقى سهلة معايا. لو أنتم عايزين تقطّعوها حِتَت صغنّنة خالص ما فيش أي مشكلة برضه. عايزين تسلقوها وتضربوها بالهاند بلندر ما فيش أي مشكلة، بالطريقة اللي تريّحكم. أنا هنا جِبت بقى الحلة طبعًا حطيت البلح والسُكّر. هنا أخدت من الكيس السُكّر 500 جرام، ما خدتش الكيس كُلّه. عندي سُكّر فأنا مش عايزاها تبقى إيه، تبقى معسّلة أوي. حطيت هنا قرنفل. القرنفل هنا بيخلّي مربى البلح السماني رايحة في حتّة تانية خالص. بجد، بجد القرنفل في المربى بيخلّيها عظمة، عظمة، عظمة. زي ما أنتم شايفين كده أنا باقلّب السُكّر كويس أوي. أنا لمّا باجي باعمل المربى البلحاية بوحدتها، الواحدة بوحدتها كده، مش يعني مش بانزل بالسُكّر كده عليها، لأ، أنا باسلُق البلح الأول، وبعد كده يعني بعد ما أقشّره وأسلُقه باشيله من مَيّة السلق وباشيل النواة من جوّه وباحشيه أي حاجة، يعني المكسّرات المتاحة عندي باحشيها بيه، وبعد كده بارجّعها المَيّة تاني وبانزّل إيه، السُكّر. لكن أنا علشان خاطر فتحت البلحاية فبانزل بالسُكّر، سِبتها ساعتين في التلاجة وبعد كده حطيتها على النار.
لقيتها بقى ايه يعني بدأت تنزل المية بتاعتها كلها، وبعد كده ضفت لتر مية. بعد ما ضفت لتر ميه بدأت بقى تغلي وتستوي مع نفسها كده. شلت الريم اول ما يعني الريم ده لازم بنشيلوه عشان لما تيجي يعني المربى تلف كده وتتعقد وتبقى كويسة، الريم ده ما يبقاش يعني موجود جواها. زي ما انتوا شايفين كده بشيل الريم اهو. طبعا هي لسه ما استوتش، البلح لسه ما استواش، لازم البلح يستوي الاول وبعد كده اعلي النار. انا هنا ضفت هنا ليمونتين ونص، عصرتهم كويس قوي ونزلت بيهم على البلح. زي ما انتوا شايفين كده بدأت هنا هتغير لونها. زي ما انتوا شايفين كده البلح هنا هيغير لونه. البلح السماني بيحمر، يعني اول ما بينزل في المية بيحمر. بدأ يحمر. ده هو الكاميرا ظلماه، يعني انا البلح اصلا اول ما اتعقد كده ولف بقى احمر، مش عارفة دي الكاميرا جايباه يعني مصفر كده. المهم خلاص استوى البلح، استوى وبدأت اهو تلف معايا المربى، بدأت تلف معايا كويس قوي. وطبعا جربتها لقيتها استوت وبقت جميلة جدا، وسبتها لغاية ما هديت خالص. وبدأت ان انا اجيب البرطمانات بتاعتي اللي انا غسلاها ومعقماها، بدأت ان انا اعبيه فيها. زي ما انتوا شايفين كده بجد بجد طلع طعمها جميل جدا. وطبعا ساعة زمن تقدري تعملي احلى مربى لاولادك، وتعملي بقى تحشي بقى السندوتشات الجميلة ديت. وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا معاها كريمة، تحطوا معاها قشطة، تحطوا معاها مكسرات، علوا القيمة الغذائية بتاعت المربى للأولاد، عشان الأولاد دلوقتي في مرحلة المذاكرة والدروس فعايزين تركيز. فالبلح جميل جدا جدا، وفيه قيمة غذائية عالية جدا جدا، أحسن من اي حاجة. يعني زي ما انتوا شايفين كده يعني مفيش اسهل من كده، والطريقة سهلة جدا جدا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى ان انتوا تنفذوا الطريقة. سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفين البلح رخيص. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.